خسارة الأهلي للمركز الثالث في البال وحصوله على المركز الرابع مباراة تحصيل حاصل ما كانتش هتبقى مؤثرة قوي. الفرق بس هو في الجائزة المالية. بس المشكلة والرخم اللي حصل هو غياب 4 لاعبين لأسباب هزلية، تكملة للسيناريو الهزلي في إدارة فريق الباسكت السنة دي وخاصة في البال. مساء الخير، عاملين ايه الاخبار؟ الاهلي النهارده خسر من اهلي بنغازي في الباء. قال زي ما النتيجة واضحة قدامكم 106-98. إن المباراة كانت تحصيل حاصل، الفرقتين ما كانوش بيلعبوا بجدية قوي رغم النتيجة اللي تبان كبيرة. الفرقتين بيلعبوا تحصيل حاصل، مفيش فرقة كانت بتجز لأن أهلي بنغازي لو كان لعب بجدية وشد على الأهلي النتيجة كانت ممكن تطلع دبل سكور ويبقى سكور فضيحة، بالذات في غياب أهم 4 لعيبة في الأهلي: إيهاب أمين، عمرو زهران، نونو أموت، زاك لوفتن. ودي يا جماعة أهم نقطة، يعني أنا هبدأ بيها الفيديو. أنا بالنسبة لي ما عنديش أي مبرر للي حصل. اتقال سببين. اتقال الأول السبب إن زاك لوفتن عنده مشكلة معوية أشبه بتسمم نتيجة الأكل، إنما ال3 الباقيين مصابين. إيهاب أمين عنده إجهاد شديد، وعمرو زهران إصابة الظهر رجعت له، وأموت عنده شد من الماتش اللي فات. وكانت هتبقى مفهومة شوية لأن في إجهاد كبير أنت أجهدته لأموت، كان باين في نهاية الماتش اللي فات، وإن هو كان أصلا بيزحف وارتكب أخطاء شخصية ال5 بسهولة جدا نتيجة الإجهاد الشديد وعدم التركيز. عمرو زهران ممكن رغم انه ما اجهدش كتير الموسم ده، ايهاب امين كده كده مش شايف قدامه طول البطوله، فكانت هتبقى مفهوم. هما وزاك لوفتنج هبررها له ان هو خلاص يعني ال3 مش هيلعبوا وانا مش هشيل الماتش لوحدي، وانا صباح بكره الصبح عندي ماتش مع اهلي حلب وهو مضى خلاص. فاداؤه في البالس طول الموسم وان هو جاب لك بطوله دوري السوبر تغفر له. وبعدين طلع تاني قال لك لا، هو 3 من اللاعبين او بالذات اموت وزاك حصل لهم تسمم، والاثنين اللاعبين مصابين. طب معلش بقى، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لو ماتش النهائي احنا كنا بنلعبه ال4 كانوا هيبقوا في الملعب بلا تسمم بلا كلام فاضي. ده رقم واحد. رقم اتنين، لتاني مرة الأهلي مش عارف يلاعب المحترفين بتوعه، ودي هزلية في إدارة الملف في المحترفين في الأهلي في البال. برضه كيفن ميرفي آخر ماتشين في التصفيات ما لعبش معاك. ليه؟ عشان المرتب ما كانش اتحول. والتاني مرة برضه بنقعد نخمن الأسباب، هل هو مصاب؟ هل في مشاكل أخلاقية؟ هل بتاع، لغاية ما اتأكدنا المرة اللي فاتت إن ميرفي الفلوس بتاعته ما كانتش اتحولت. فدي النقطة التانية. فإدارة الملف يعني لسه هتقول لي تسمم. لا مؤاخذة، هو مين اللي بيدير البعثة ومتحكم في أكل اللعيبة دي عشان اللعيبة يجيلها تسمم قبل ماتش التالت والرابع اللي هو كان ممكن يبقى ماتش النهائي؟ اللعبه دي لو تسمم فعلا والنهارده الاهلي بيلعب النهائي كنت هتخش النهائي من غير زاك لوفتن واموت عمرو زهران عشان عندهم تسمم. دي كانت بقت فضيحه طاير فيها رقاب. ففي ضعف شخصيه سواء من لانوس او من باقي التيم المصري في السيطره على اللعيبه دي. في ضعف اداره مرعب في التعامل مع ملف المحترفين. في عدم جديه في التعامل مع البطوله دي بالكامل، بدايه من الاداره اللي حد منهم قال للعيبه وهم رايحين هم ماتشين وانتوا راجعين. اللعيبه نفسها وهي بادئه الماتش النهارده بخلاف عمرو الجندي ما حدش كان واخد الماتش ده بجديه لغايه ما ربنا كرم بيبو زهران بعد الكوارتر الثاني ابتدى يتعامل مع الماتش بجديه. ايه؟ فهو بخلاف عمرو الجندي والصراحه حبيب ابو العيله الباقي بيلعب تأدية واجب عادي. يا جماعه الوال ودونيفان ما لعبوش في اهلي بنغازي، بس نبقى صراحه كده مع بعض اللي هو ايه، خلاص مثلا احنا متعاقدين مع اموت ان الماتش على 15 فهنوفر ثمن الماتش ده زاك لوفتن طلب ان هو قدم للفريق كتير وخايف من الاصابه ولعب في دوري السوبر على اصابه، فاحنا قدرنا مجهوداته. انا هحترم ده. وهاجي ناحيه بقى المصريين بتوعنا، انا ما عنديش اي مبرر ان عمرو زهران ما يلعبش. عمرو زهران مريح طول الموسم، اغلب الموسم مصاب ورجع ولسه توب فورمه وما لعبش حتى التصفيات الاولى في البال. ايهاب امين امين يا اما من الاول كان يتقال انه بيلعب على اصابه لان هو مقدم اداء هزلي، يا اما كان لاعب النهارده ما فيهاش. انما اصل اجهاد عام اكتشفناه، لا يا جماعه لا. $25,000 الفرق ما بين الثاني الثالث والرابع. الثالث بياخد 25،
التالت بياخد 50، الرابع بياخد 25. هتفرق معايا، معايا وانا بجيب صفقات في الدوري. لو هكسر عدد الصفقات وادفع الغرامه ال 4 مليون، هتفرق معايا ان انا شايل 25,000 من البطوله اللي فاتت احطهم في البطوله الجايه، بدل ما احنا بنقعد نقول لك اصل الاداره مش عايزه تطلع فلوس. فغير مبرر بالكامل، غير مبرر طريقه التعامل، غير مبرر ان مدير النشاط الرياضي ما يبقاش في اهم بطوله السنه دي للاهلي البال. دوري السوبر كان اهم بطوله، بس على المستوى الافريقي انت عديت دوري السوبر وانت المفروض تبقى موجود. غير مبرر خالص تعامل من الميزانيه اللي الاداره خصصتها للبطوله دي. خلينا قبل ما نخش في تفاصيل الماتش اشرح لك احنا عملنا ايه. الاهلي مقابل المشاركه في البال بياخد 70,000 دولار، تمام؟ دي دعم. لو جاب لاعب من الجي ليج بياخد 30,000 دولار، واحنا جبنا قصي اسيفو بعد ما عرفناش نجيب عمرو الشيخ عشان يمثل الجي ليج، فكده الاهلي خد 100,000 دولار، ماشي؟ مقابل ان هو يحقق المركز الرابع هياخد 25,000 دولار. فالاهلي تحصل اضعف حاجه كان هيحققها اللي هو ده، وكان متوقع ان احنا هنعدي دكار 125,000 دولار. الاهلي صرف ايه؟ زاك لوفتن ما يتحسبش. زاك لوفتن بياخد مرتب تقريبا 35,000 دولار، مرتب شهر 5 اللي هو واخده كده عشان ده كان فيه نهائيات دوري السوبر. فانت كده بتدفع لزاك لوفتن في دوري السوبر. فعد لي بقى الاربعه اللي انت ضفتهم. انت حضرتك جبت جوناثان ديفيز 10 في النافذه الاولى اللي هي التصفيات، و10 في النهائيات، ادي اول 20,000 دولار. جبت كيفن ميرفي اديته 20,000 في النافذه الاولى و20,000 في النافذه الثانيه، اللي هو نص النافذه الاولى هو ما لعبهاش عشان حضرتك ما عرفتش تحول الفلوس. ادي 40 و20 60,000 دولار. وصيفوا 10 في التصفيات، 10 في النهائيات، ادي كمان 20، كده 80,000 دولار، ماشي. ضيف عليهم ان عمود جه على النافذه الثانيه بس ب 40,000 دولار، ف 80,000 و40 120,000 دولار. الاهلي حقق ارباح كام؟ 125,000. لو فاز ماتش النهارده كان هيحقق كام؟ كان هيحقق 150,000. الاهلي ما صرفش على الفريق ده جنيه، بل لحد النهارده الاهلي طالع كسبان 5,000 دولار، وكان ممكن يطلع كسبان 30,000 دولار لو اللعيبه المحترفه بتاعتك لعبت النهارده. دي بدايتها. انت ما دعمتش الفريق ده بشيلن، انت ما دعمتوش، ده رقم واحد، ودي كارثه. ورغم ان انت مثلا جيت في بطوله الطايره رحت جبت 2 محترفين في مينت. تعالى بقى الحته الثانيه، انا عايزك تقارن بين ده وبين اللي اتدفع من فرق ثانيه. عاصم مرعي جه على النافذه الثانيه النهائيات بس ب 80,000 دولار، السنتر اللي انت مش عارف تجيبه. عمر بالو جه على النافذه الثانيه ب 70,000 دولار، السنتر اللي كان هيحل لك كل مشاكلك. ماجوك ماسينج جه عن لعب النافذه الثانيه ب 45,000 دولار. ماجوك دينج لعب النافذه الاولى ب 40 والنافذه الثانيه ب 40، 80,000 دولار. لوال النافذه الاولى ب 45، النافذه الثانيه ب 45، 90,000 دولار. حضرتك لاعب واحد بس بكل المحترفين اللي انت جبتهم بيهم كلهم في الفرق الثانيه، فانت مستحيل ان انت كنت تطلب تنافس بالمنظر ده. البال هي لعبه تدعيمات، ولعبه تدعيمات لغايه فين، وعلى الرغم ان انت كنت ممكن تدعم باقصى تدعيم وبرده ما تبقاش خسرت حاجه وما دفعتش حاجه. بمنتهى البساطه، انت لو كنت اتفقت مع ماجوك ماسينج على النافذه الثانيه بس واديته 50,000 دولار بالاضافه لل 20,000 دولار بتاعت وساي اسيفو يلعب معاك في مركز الباور فورورد، كده انت عندك 20 و50 70,000 دولار. دول اول 70 انت واخدهم، في 30,000 بتوع الجي ليج هتحطهم وتزود عليهم 10، كده 120,000. وجبت موت دول يا حبيبي المحترفين بتوعك الثلاثه، ومعاهم كيفن ميرفي كده معاك من البطوله. وهتزود 20,000 دولار بس الكيفن ميرفي ان هو هيلعب معاك النافذه الاولى، لان احنا ما كناش هنتاهل على فكره وكناش هناخد المسار ده لولا كيفن ميرفي عشان هو شايل ماتشين في التصفيات لوحده. بس كنت هتبدله ب اموت، فكنت هتدخل النهائيات باموت، ماجوك ماسينج، اوساي اوسيفو، وزاك لوفتن.
ادي الاربعه، تكلفه الاربعه كام؟ اموت 40، ماجوك ماسنج 45، ادي انت بتتكلم في ايه؟ قول 50 يا عم، 40 و50 90، ال 20,000 بتاعت كيفن ميرفي اللي انت دفعتها في الاول ادي 110، 10 معاك كمان زاك لوفتن كده كده لعيبك، يعني انت دفعت كله على بعضه برضه 110، 10 حط كمان ال 20 بتاعت سيفو، قول هتدفع 140 150. اقصى اقل حاجه الفريق ده كان هيلعبها لك، كان هيلعبك النهائي يا ريس، كنت هتعدي تايجر وتلعب النهائي، يعني كنت هتاخد 70 و75، كنت هتاخد وال 30 بتاعت الجيلي كنت هتاخد تقريبا 175 او 185 الف دولار، يعني كنت هتدعم تدعيم محترم يخليك تنافس على البال من غير ما تدفع جنيه، وانت ما رضيتش تعمل ده. اسوأ اداره لملف رياضي حصلت في الاهلي انك هتنافس على بطوله وتزود عدد بطولاتك ويبقى اول فريق ياخد البطوله دي مرتين من غير ما تدفع حاجه، لان انت اقصى تدعيم هتدعمه ما كنتش هتعدي 250 الف دولار اللي هو جايزه المركز الاول، ولو خسرت هتبقى في المركز الثاني اقصى حاجه ما كنتش هتبقى حطيت 20,000 دولار من جيبك حتى لو حطيته. ليه وصلت نفسك لده؟ انا مش فاهم. هاجي بقى ده السياق وده العكيكه، بل وجبت محترفين الى الان انت مش قادر تسيطر عليهم. هاجي للنقطه الثانيه، الماتش نفسه. يا جماعه الماتش ده كان كاشف وفاضح يا جماعه، اداء المحترفين بتوعنا خارج زاك لوفتن واموت مهزله، مهزله بمعنى الكلمه. اتفرج على لعيبه اهلي بنغازي وهي بتمشي الملعب كده وما بتلعبش قوي قصاد كيفن ميرفي اللي بيعمل 20,000 تيرن اوفر. كيفن ميرفي يا جماعه شطب، عجز، ما عادش عارف لا يبقى شوتر ولا عارف يطلع بالكوره، وكميه تيرن اوفر اكتر لاعب بيتاخد عليه تيرن اوفر طول البطوله تقريبا. يبقى جوناثان جوردن ده ابتلاء والله العظيم ابتلاء. لا يا جماعه، الغايش اما نزل اللي هو الناشئ اللي انت واخده، والله العظيم كان بيلعب وليه تاثير وعنده جرأه على الملعب اعلى منه، وعمل بطوله محترمه جدا جدا جدا. عمرو الجندي هو مثال حقيقي لقد ايه ده لاعب بروفيشنال، لقد ايه لاعب بيلعب بقلب، لقد ايه لاعب بيحترم الجمهور وبيحترم النادي وبيحترم نفسه قبل كل شيء. نزل لعب الماتش كله جايب 17 بوينت، عامل 3 اسيست، حاجه في قمه الاحترام والاداء. وساي اوسيفو ما زلت شايف ان هو ما كانش صفقه وحشه، هو توظيفه اللي قتله، بمعنى لاعب مجتهد، لاعب نشيط، لاعب لسه صغير ويقدر يلعب ال 40 دقيقه لو ما وقعش في فاول ترابل، بس يلعب كباور فورورد ما يلعبش كسنتر. النقطه كمان المهمه جدا في الموضوع ده ان هو الروستر بتاعك اللي انت عمرك ما اعتمدت عليه رغم ان هو الصح، ان انت محتاج تلعب بالسنتر بيبو ابو العيله، الباور فورورد اوساي اوسيفو، يبقى نونو اموت اللي انت بدأته ميرفي هو اللي على مركز ثلاثة مركز 2 الشوتر زاك لوفتن، البوينت جارد ايهاب امين، ايهاب مش في مستواه، عمرو زهران يبقى هو في مركز 3، ده اموت يروح مركز 2، زاك لوفتن يبقى البوينت جارد. دي كانت توزيعه احنا ما قدرناش نوزعها، وتلاقي نونو اموت باور فورورد عشان يبقى ميرفي هو في مركز 3 طول البطوله، كان جريمه من الجرائم اللي ارتكبها لانوس. عندنا لعيبه الغايش هيجي منه كتير كتير. بيبو زهران اللي انت ركنته في الثلاجه النهارده هو واحد من احسن لعيبه في الماتش والتوب سكورر بتاع الاهلي، رغم انه كان بادئ مقرف وزعلان ان هو ما كانش بيلعب قبل كده، رغم كده جايب 23 بوينت النهارده. اداره ماتشات كانت في منتهى السوء للانوس، عدم الاستفاده من اللعيبه، الاعتماد على المهارات الفرديه للاعبين هي اللي وصلتنا لكده. يا جماعه احنا خدنا دوري السوبر، هتقول لي الراجل ده جايب البطوله اللي ما حدش كان يتوقعها. يا جماعه زاك لوفتن هو اللي جايبها، هو عمرو زهران قولا واحدا. زاك لوفتن قدم اداءات اعجازيه. هي لانوس من غير محترف توب واللي مش هتحقق له السنه الجايه هنبقى فضيحه. فارجوكوا ثم ارجوك ثم ارجوك، كفايه على لانوس كده. في السوق 3 مدربين نلحق نخلص واحد فيهم في رويانا في جوستيبوش بعد ما فسخ عقده مع المنتخب يخلص مع فريق التايلاندي نهائيات، وممكن نجيبه رويانا ممكن نلحقه قبل ما يروح يخلص
في اليابان لسه ما مضاش، في مدرب بيترو اتلتيكو اللي هو بيترو دي لواندا بعد ما يخلص بطولة البال كفاية عليه 3 سنين هناك، ويجي هيقدم أداء في قمة الاحترام، وهيقدم فريق وهيقدر يطور اللعيبة بتاعتك دي. أرقام الفريق بتاعتنا واضحة قدامك. التوب سكورر عمرو زهران ب 23 بوينت، يليه عمرو الجندي ب 17 بوينت، وأخيرا هتلاقي بيبو أبو العلا ب 17 بوينت برضه متساوي مع عمرو زهران. عندنا مشكلة ومحتاجين نبدأ نركز فيها في التدعيمات على الشوتر على 3 بوينت. 3 بوينت أرقامنا فيها في منتهى السوء، احنا جايبين في الماتش كله له 5 على 3 بوينت من عدد محاولات معدي ال 23 محاولة. فالحمد لله إن الماتش ما خلصش بفضيحة، إن ما حققناش أسوأ نتيجة هزيمة نفضل نتعاير بيها العمر كله اتسطرت. بس الوضع اللي حصل من الأربع لعيبة غير مقبول، تحديدا الاتنين لعيبة المصرية. ضعف الشخصية المرعب عند لانوس أكبر دليل إن الراجل ده ما عادش ينفع يكمل، كفاية لغاية كده قوي. جه الوقت إن احنا نبص للتدعيمات ونبدأ نفكر إزاي نطور الفريق ده من اللحظة دي ومن دلوقتي. ودي كانت آخر قصة الأهلي في البال. مش حزينة إن أنا خدت الرابع، بس منظرها كان وحش قوي بغياب اللاعبين النهارده.